مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله وكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. مدينة أفعبت تحتفل بذكرى تدمير جبهة نادوئيز. عقد منتدى حول إصحاح البيئة في الإقليم الأوسط. نجاح جهود تحسين العملية التعليمية في مدينة كرم. وباء الأيبولا يمتد لمدينة أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بريطانيا تطلب تأجيل بريكس والاتحاد الأوروبي يلبي. اجتماع رباعي لمد أنبوب غاز من إسرائيل إلى أوروبا. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. احتفلت مدينة أفعبت في 19 من مارس بالذكرى 31 لتدمير جبهة نادوئيز وتحرير أفعبت. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب في المناسبة التي شهدت مسيرة للشعب والجيش أن احتفال هذا العام يأتي في مرحلة السلام المبشرة التي جاءت بصمود وتضحيات الشعب الإريتري، موضحا بأن عملية تدمير نادوئيز تعتبر عملية استثنائية في تاريخ النضال التحرري للشعب الإريتري من حيث التخطيط والتنظيم وسرعة التنفيذ والكفاءة العسكرية. وقد تضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الفنية والرياضية وقرص شتول الأشجار. وفي ذات السياق أقامت جمعية قدام المناضلين والمنظمات الجماهيرية في إقليم الشرق الأوسط سابقا مأدبة قضاء لإدارة مديرية أفعبت والاتحادات الشعبية والأعيان، وشرحوا فيها ذكرياتهم عن مرارة النضال. الجدير بالذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا دمرت في الهجوم الكاسح الذي نفذته في الفترة من 19 وحتى 23 من مارس عام 1988 جبهة نادوئيز التي كانت تضم أكثر من 20,000 جندي لنظام الدرق الاستعماري الذي كان يفتخر بها لتحرر بذلك مدينة أفعبت من براثن الاستعمار. وقد تمكنت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في العملية التي شبهها البعض بعملية ديان بيانفو من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة الاستراتيجية وأسرى عدد من المستشارين السوفيت. حققت الجهود المبذولة لتحسين نتائج الطلاب ورفع مشاركة الإناث في مديرية كرن نتائج مرضية. وأشاد مسؤول التعليم في المديرية السيد يوسف عقبة السلاسي في التقييم الذي جرى بدور أولياء الأمور في النتائج التي تحققت. وقال أن الدروس الإضافية التي كانت تقدم في السابق لطلاب الصفين 8 و11 تقدم لطلاب الصف السادس، وقد أسهمت في تحسين نتائجهم. وأشار إلى أن تسيب الطلاب والمعلمين وعدم المتابعة الجادة للمعلمين في بعض المدارس وعدم اهتمام أولياء الأمور وغدم المباني والأثاثات المدرسية من التحديات الأساسية التي تواجه العملية التعليمية، داعيا إلى اتخاذ الخطوات العملية لحلها. من جانبه دعا مدير مدينة كرن السيد رزق داويد في ختام الاجتماع المعلمين لبذل الجهود القوية لتطوير التعليم. تم الاحتفاء ب21 من مارس اليوم العالمي لمتلازمة داون سيندروم تحت شعار أن لا يتخلف أحد عن الركب. وفي الحفل الذي جرى في أسمرة أوضح رئيس جمعية المعاقين ذهنيا المقدم برهان بخراتين أن المناسبة يحتفى بها على المستوى العالمي للمرة 11 وللمرة الثالثة في البلاد بشعار أهلوني وشقلوني. وقال أن إزالة التمييز ووجود نظرة ورعاية جيدة لمصابين متلازمة داون يحتاج إلى الوقت والجهد القوي، ويتطلب رعاية كافة قطاعات المجتمع لتنمية قدراتهم وتوجيههم وجعلهم منتجين باكتساب المهن. وتعهد صاحب مصنع الحدادة والنجارة في عدو قعداد السيد عبيد سقاي في المناسبة بتدريب 3 من المصابين بمتلازمة داون، ووجهت الدعوة لأصحاب المؤسسات الأخرى لاتخاذ المبادرات المماثلة. وتضمن الحفل العديد من المناشط التي تعكس عظمة المناسبة. وأوضح الخبراء بأن متلازمة داون مشكلة خلقية في الكروموسوم، حيث يكون في الوضع العادي للإنسان 46 كروموسوم يرثهم 23 من الأب و23 من الأم، ويكون الكروموسوم 47 لمختلف الأسباب في حالة متلازمة داون.
تم تحويل سوق الماشية القديم بمدينة قردات والذي كان قد أقيم في مكان غير ملائم إلى مكان جديد خارج المدينة بكلفة بلغت 2.8 مليون نقفة. وأوضح أصحاب المواشي بأن السوق القديم كان غير ملائما، حيث أن المواشي كانت تحدث العديد من المشكلات أثناء هروبها من المركبات، وقد خلق السوق الجديد المحاط بالسور ارتياحا في أوساطهم. وأشار مدير مديرية غردات السيد إساق طعوم إلى أن السوق القديم كان قد دشن في مكان مزدحم بالطلاب والسكان إلى جانب المستشفى والمدرسة، وقد قررت الإدارة تشييد السوق الجديد في مكان آمن خارج المدينة، مما ساهم ذلك في حل المشكلات القديمة. وأفاد السيد إساق بأن السوق الجديد يشتمل على سور وغرف لدفع الضرائب وسيعمل على رفع إيرادات المدينة، كما سيتم إرساء البنى التحتية المتبقية في المرحلة الثانية. هذا ويستقبل سوق الماشية في قردات تجار الماشية من مديريات فورتساوا ودقي وكركبت ومنصورة ومقلو وإقليمي عنسبة والأوسط. يقوم سكان عدن بزاقة بمديرية دبارة بأنشطة نفير لصد الوادي الذي يقوم بجرف الأراضي الزراعية لمسافة 4 كيلومترات. وأوضح مدير الضاحية السيد جبروهيد جبرز جابيهر أن أكثر من 150 شخصا يشاركون يوميا في أعمال النفير الجماعي. وذكر المشاركون أن الأراضي الزراعية تنتج 3 مرات في العام، ويعملون حاليا لحماية التربة من الانجراف، مطالبين الحكومة بتوفير الألبان والآليات لبناء الحواجز الحجرية وإكمالها قبل موسم الأمطار. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكدت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة إصابة بالأيفولا في مدينة أخرى يقطنها قرابة 1,000,000 نسمة. وبونيا هي ثاني أكبر مدينة في شرق الكونغو تتأكد بها حالة إصابة بالأيفولا خلال التفشي الحالي الذي أعلن عنه في أغسطس الماضي، ومن المعتقد بأنه قد أودى بحياة 610 شخصا وأصاب 370 آخرين حتى الآن. وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن التفشي الحالي يرتكز في منطقتين وقد يتم وقفه بحلول سبتمبر، غير أن ضعف الأمن في شرق البلاد بسبب انتشار الميليشيات المسلحة ومقاومة التجمعات السكنية للأطقم الصحية من الأمور التي لا تزال تعرقل جهود التصدي للمرض. منح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الضوء الأخضر المبدئي لطلب بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، لكنه قال أن موافقة الاتحاد الأوروبي مشروطة. وقال توسك أن التمديد القصير سيكون ممكنا، لكن سيكون مشروطا بتصويت إيجابي في البرلمان البريطاني بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد. وأكد أنه لن يعاد فتح اتفاق بريكست، بالرغم من أنه يقول أنه لا يرى مشكلة في اتفاق 11 من مارس بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكر الذي قدم بعض الضمانات الإضافية. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت في وقت سابق أمام البرلمان أنها طلبت من قادة دول الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل. وقالت ماي الأربعاء أنها تأسف بشدة لقرارها بشأن السعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحثت نواب البرلمان البريطاني الذين رفضوا خطتها مرتين لدعمها الآن. كشف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أنبوب غاز سيجري مده من إسرائيل إلى أوروبا عبر قبرص. وقال نتنياهو أن أنبوب الغاز الذي سيتم مده من إسرائيل إلى أوروبا عن طريق قبرص سيحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة. جاء ذلك عقب اجتماع رباعي عقده نتنياهو مع رئيس الحكومة اليوناني أليكسيس تيسيبراس ورئيس قبرص نيكوس أناستاسياس، وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وكان نتنياهو قد اجتمع في القدس مع بومبيو حيث ناقشا الملف الإيراني والمستجدات في لبنان وسوريا بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن على هامش مؤتمر اللوبي الأمريكي أيباك من أجل بحث التعاون الثنائي.
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.7 مليار دولار على شركة جوجل بسبب استغلالها لدورها وسيطرتها في مجال الإعلانات على الإنترنت. وهذه هي المرة الثالثة التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبة على عملاق البحث الأمريكي في قضية ذات علاقة بمكافحة الاحتكار، حيث يقدر إجمالي العقوبتين السابقتين بحوالي 7.7 مليار دولار بحسب وكالة الأسوشيتد بريس. ففي مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعلنت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي عن نتائج التحقيق الذي طال أمده لأعمال إعلانات جوجل سينرس في مؤتمر صحفي في بروكسل. ووجدت اللجنة أن جوجل وشركتها الأم ألفابت انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض بنود تقييدية في العقود المبرمة مع مواقع الويب، مما يمنع منافسي جوجل من وضع إعلاناتهم على هذه المواقع. افتتح أول مطعم أوروبي تحت الماء في النرويج، وتلقى حجوزات من أكثر من 7000 شخص بالرغم من أسعاره الباهظة. ويقع المطعم الذي يسع لنحو 40 شخصا عند الطرف الجنوبي من النرويج، وهو مصمم على شكل أنبوب خرساني كبير يقع جزء منه تحت مياه بحر الشمال بحسب رويترز. وصممت شركة الأعمار النرويجية سونيهيتا المطعم، والتي وضعت أيضا تصميمات دار الأوبرا في أوسلو ومتحف 11 من سبتمبر التذكاري في نيويورك. وتبلغ تكلفة وجبة كاملة تشمل 18 صنفا مصنوعا من مكونات محلية ومأكولات بحرية ما يصل إلى 430 دولار للشخص الواحد شاملة المشروبات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.